السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لملف الهلال والله شوف، لما يكون عندك عضو شرف بقيمة سمو الأمير الوليد بن طلال، يعني على حسب الأرقام اللي وصلتنا يتحدثون عن 300 مليون ريال سنويا يدفعها. صحيح. صح؟ 300 مليون ريال. يقول لك ليش يتعاقد الهلال الأول؟ أكيد بيتعاقد إذا عنده خلفه رجل مثل هذا الرجل، ولا لا يا محمد؟ طيب نحن قلنا ما دام انت عندك القدره والاستطاعه من حقك تسوي اللي تبغاه. هو رغم دخول الصندوق لكن الامير الوليد ابو خالد صراحه عاشق ترى الاسم له دور. اسم مين؟ الاسم اسم الهلال له دور. انا لما اتكلم اللاعب تقول هو جالك الهلال ورفضت انت؟ لا في الفتره دي غير والله. جالك الهلال ورفضت والله الفتره غير اساله والله العظيم في الفتره دي انا ايش قلت له؟ انا ايش قلت له؟ طيب هيقول له ايش قلت؟ والله العظيم اني كلمت ياسر، قلت لهم انا لو جيت عندكم الفتره هذيك ايش في كمان يعني ما حنقدر ما حيكون في منافسه. كيف ما في منافسه؟ والله ما في منافسه، والله الفتره ديك لو جيت يا كابتن ما في منافسه، يمكن انا الحين عندي 14 دوري لو جيت ورب الكعبه. ايش بك؟ المفروض انك جاي يا اخي. لا بس مبلغ قوي يا خالد. اسمع، انا قلبي وروحي هناك والله العظيم. والله يا محمد الاتحاد كم مرة حاولت معاه انت؟ كيف تحاولت معه؟ حاولت معه انه لا ترى هي نقاش. ترى نتكلم عادي ترى في بعض الناس تفهم ان هذه مفاوضات. لا احنا ما نملك شيء يعني. لا شيء يعني انا يعني زي على الطاوله هذه نقعد نسولف ونقعد هذا وش رايك بالهلال هو يقول وش رايك بالاتحاد. ترى هذه انت اللي شرت عليهم؟ منو؟ انا ودي من يوم عرفت محمد نور في القارات ودي انه كان في الهلال. يعني زي يوم جبنا الحين مراد هوساوي ودنا جايبين محمد نور، كان الحين عنده الحين كم عندك دوري؟ كان عندك يمكن تقريبا فوق ال 20 دوري. والله من جد. طيب لا هو يضحك هو. طب اسمع يعني لا كلمتها فيها. اسمع لا رمى كلمه. شوف مراد في اخوه، نحن بناخذ اخوه ان شاء الله احسن منه. ترى لا تقول والله احسن منه. لا عادي ما في ان شاء الله نحن خلصنا. هو ظهير يمين يلعب ولا لا والله شفت اذا مو زيه احسن منه اصغر منه. والله ودي انا اللي نفسي فيه انه الهلال يجيبه ابو الشامات صراحه حق اللاعب القادسيه الظهير اليمين. لا هذا الاهلي بيخلص معه بس ثواني سريعا ثواني. شوف بالنسبه للهلال الاستقطابات اللي جابوا هذول العيال الصغار قسما بالله هذا مراد ترى قاعد يلعب بفكر اكبر من عمره. عرفت؟ ولاعب جريء يدخل الكوره بين المدافعين. لعيبتنا يخافوا يلعب اللعب العادي، مراد ياخذها يلعب الطويل. ركز على لعبه يا كابتن. طيب. ابدا معك بدر الصقري. حديث المدرب انزاغي حقيقه طبعا يعني كان مركز بشكل كبير جدا على المباراه، مبسوط جدا من الرقم اللي وصل له فريق الهلال بالفوز ال20 على التوالي في كل البطولات. تشعر أنه وصل إلى مرحلة متقدمة من فهم اللاعبين، والعكس صحيح اللاعبين تشربوا طريقة إنزاغي وصار يعني التناغم والانسجام كبير إلى درجة كبيرة؟ بكل تأكيد أتفق معك زميلي بنورة، وأتفق مع كل الآراء اللي ذهبت إلى أنه بدأ التناغم ما بين لعيبة الهلال وما بين جهازه الفني بقيادة المدرب الكبير والعالمي إنزاغي. خلينا نقول في البداية ألف مبروك للهلال، هارد لك اليوم الفريق المقنع والممتع واللي أبهرني اليوم بالمستوى اللي قدمه أمام الهلال. أعتقد أنه كان يعني قريب جدا من التعادل، حتى الرمق الأخير من المباراة كان قريب من أنه يعادل الهلال. اسمح لي بنورة في البداية قاعد يسوي ريتويت لكثير من المباريات السابقة. الهلال يفوز ولكنه لا يقنع ولا يمتع، ولا زلت مصرا على هذا المصطلح حتى هذه اللحظة، وكأن لسان الحال بالنسبة للسيد إنزاغي عندما أفوز وأنتصر لا تنتظر مني مستوى. وهذا أمانة يتنافى مع يعني خلينا أقول لك ذائقة المدرج الهلالي اللي كلنا نعرف أنه الجماهير الهلالية تستمتع كثيرا بالأداء اللي اعتاد عليه الهلال. صحيح أنه أنت قاعد تفوز قاعد تكسر أرقام، أمر طبيعي، هذا هو الهلال قلتها أنا من سنوات طويلة وكتبت عن الهلال كثير من المقالات. لا ينافس الهلال إلا الهلال نفسه، ما إن يخرج من بطولة حتى يكسر رقمه في البطولة التي تليها، ما أن يسجل ريكورد ورقم خاص به إلا ويذهب ويسجل رقم آخر. كلنا نتذكر الرقم التاريخي مع السيد خسوس الموسم ما قبل الماضي. الآن السيد إنزاغي 20 مباراة في كافة البطولات، وهو يهدد الآن
الرقم التاريخي للسيد خسوس. وبالتالي انا اعتقد انه الهلال قادر انه يفوز ويعطيك ايحاء اصلا من بدايه المباراه. ما اعتقد انه كان هناك مشجع هلالي يساور الشك بان ربما يخسر المباراه، على الرغم من صعوبه الخصم، على الرغم من الاسماء الكبيره والمميزه سواء الاجنبيه او المحليه بوجود الاسطوره سلمان الفرج، محمد البريك. تقصد سهوله الخصم من يوم ولا بشكل عام يعني؟ لا 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 لا، انا اقول لك الهلال دائما ما يعطيك ايحاء في كل مباراه هو قادر انه يفوز، لكن المشكله في المتعه المفقوده في الفريق الهلالي. هذا اللي احنا ما نشاهدها بالفتره الاخيره. جزئيه اخيره، اي حديث بعيدا عن موضوع المهاجم هو مضيعه للوقت. نونز انا اعتبر انه عاله على خط الهجوم الهلالي. ليوناردو كان لي راي فيه من كاس العالم للانديه، واختلفت كثيرا مع الزميل عبد الرحمن الحميدي ابو خالد الله يمسيه بالخير. لا يرتقي اطلاقا مهما سجل من اهداف، لا يرتقي اطلاقا لا هو ولا نونيز. خلني بس اعرج على ليوناردو، لانه البعض يربط ما بين الاهداف اللي هو قاعد يسجلها. نونيز لاعب لا يعرف يجري مع الكره، لا يعرف اين يتمركز، لا يضيع خارج منطقه ال 18، امكاناته محدوده. الاهداف اللي قاعد يسجلها يا اما مرتده من الحارس يا اما يعني اهداف عاديه جدا، لا يمكن ان يصنع الفارق بالنسبه لفريق مثل الهلال. ان تجاوزت اداره الهلال موضوع التعاقد مع مهاجم اجنبي في الشتويه عليه الكلام، انا اعتقد انه مضيعه لصداره الدوري ومضيعه لبطوله النخبه الاسيويه. الصفقة الشباب اللي جابوا لي الخبر ده أبو فهد يضعون الملامة على نادي الرياض أنه تأخر في حسم هذه الصفقة. وش تختار من الأخبار الأخرى؟ هو شوف، هو الملامة على نادي الرياض أكيد أنه لأنه الإدارة، لأنها هي الإدارة، لكن رئيس نادي الرياض يعني منزعج من تعطيل لجنة الاستدامة للصفقة، لأنه كان حتى التذكرة استلمها اللاعب علي علوان هداف منتخب الأردن في كأس العرب. وهل الخيط الرفيع ده بين الاستدامة وبين أنه النادي يروح يفاوض ويصل مع اللاعب؟ هو عطاهم يعني هل نفس مشكلة ما صار مع الشباب لازم تاخذ موافقة؟ لازم تاخذ. لازم. طيب ليش فاوضوا؟ فاوضوا على أساس أنه المبالغ بتنتهي، وعطاهم اللاعب وقت محدد. جاء فريق السيلية زي عبد الله العمار كان متفق مع نادي الرياض وراح للحزم. الرياض ترى سالفة الاستدامة والله يا أخي الرياض الآن موقفه ترى صعب سيء. لكن بعد رايحين يجيبون بعد كريم وابو فهد. من هو؟ ده مدرب. من هو؟ المدرب اللي معهم ده، هذا تخصص مدربهم. لكن أنا ودي أنه يعني خبر سعود عبد الحميد لا نتحدث عنه، لأنه الآن هو في الصدارة الآن في الدوري الفرنسي. الآن أصبح حتى يعتمد عليه المدرب. صح. فكل مرة يعني أي واحد يبغى يصير اسمه في الترند يجيب سعود عبد الحميد. هذا خبر صحفي ده لا صحفي يروح لا يفاوضون احسن لهم راضي العتيبي احسن. سعود عبد الحميد ما هو شايفينه، الهلاليين لن يشاهدوا سعود عبد الحميد مرة أخرى إلا في التلفزيون. الله يوفقه إذا يستمر هناك ويلعب، الله يوفقه. يشوفونه في التلفزيون بس. أبو خالد لا تطمن لي لاعب سعود. ليه؟ لا أساسي في فريقها الفرنسي. لا هو ما غير وكيله قبل شهر، لأنه يعني وكيله من صار الحين حبيبك. من هو؟ مشعل السفاعي. خايف تقول اسمه؟ لا أنا اللي خايف. وكيله مشعل السفاعي والنعمين. خايف. لا بس بينك وبينه سالفة. أنت خايف، أنا بقول مشعل السفاعي والنعم.